استني بس هقولك اسرار وتكات الكشري بتاع المحلات. هقولك ازاي تعمليه زي افخم المحلات اللي وانتي قاعده كده بتاكلي فيها بتقولي ياه ده في طعم كده احلى من اللي انا بعمله. لا انا هعرفك ده بيتعمل ازاي، وازاي البصله تطلع مقرمشه بدون ما نضيف لها ولا نشا ولا دقيق ولا الكلام ده كله، وازاي كمان نعمل الدقه الجميله اللي بتاعت المحلات الروعه، وازاي نعمل الكشري بتاعنا بنكهه حلوه جدا. كل ده هتعرفيه معايا في الفيديو ده ان شاء الله. وقبل ما ابدا الفيديو انا اسماء طاهر، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. اول حاجه معايا هنبتدي بيها هي الحمص، والحمص بريح دماغي وبنقعه قبليها بيوم في ميه عاديه خالص، وبسيبه في التلاجة بس عشان الحر وما يعملش ريحه وحشه. وبعدين تاني يوم بقى وانا بعمل الكشري بصفي الميه منه وبشطفه، وفي حله بضيف لها بصلايه وطماطمايه مبشوره وفصين من الثوم، وكمان بضيف الحمص، وبعدين معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. بعدين بقى بغطيها بالميه، ميه عاديه برضو، وبرفعها على النار على طول. نيجي بقى للبصل وازاي ان احنا نخليه كله سوا واحد وكله مقاس واحد علشان يستوي معانا، علشان لو كان تخين مش هيبقى مقرمش معانا، خدي بالك. فاحنا هنعمله بالبتاع اللي انتوا شايفينها دي حجمها مناسب بالنسبه لي. هعمل كل البصل بالطريقه دي. انت عندك لو البتاع بتاعه الشيبسي لو عملتي فيها لو هي تخينه ما تعمليش فيها، اما لو رفيعه وسوا واحد اعملي فيها عادي. ما عندكيش وحبيتي تقطعيه بايديكي بس زي ما انت شفتي كده مش تخين ويكون سوا واحد مفيش مشكله. وهنا بقى التركه ان احنا حطيت ملح الاول، معلقه من الملح، وقلبت البصل بتاعي، وبعدين الزيت بره وهو بارد تماما. حطيت البصل عليه كل ده على البارد زي ما شايفين، مرفعتش على النار لسه. وكمان نزود الزيت بتاعنا شويه، نزوده حبه كده حلوين عشان هنستخدمه في 4 حاجات هنذكرها واحنا في الفيديو. وبعدين رفعت البصل بتاعي على النار، ابتدى ان هو خلاص كده سخن مع بعضه. هبتدي ان انا اقلب فيه باستمرار لحد ما اوصل للون والدرجه اللي انا عايزاها، وهنقفل عليه. وبعدين بنطلعه على طول بمصفى، علشان لما بنسيبه قفلنا عليه ونسيبه شويه كمان ممكن يغمق معانا قوي، واحنا مش عايزين كده. على طول بنطلعه بمصفى زي ما شايفين كده. طلعته وعلى ورق ابيض، طبعا ما احتاجناش نحط له ولا دقيق ولا نشا ولا كده، هو مقرمش وحلو جدا جدا جدا. اعملوا الطريقه دي وان شاء الله هتدعوا لي. بعدين بقى خدنا الزيت، قلنا هنعمله على 4 حاجات. خدنا شويه من الزيت، سيبنا شويه في نفس الحاجه اللي عملنا فيها التقليه بتاعتنا، وشويه في حله هنشوف هنعمل ايه. المهم الشويه اللي احنا سيبناهم حطت لهم توم مفروم، واول ما شمينا ريحتهم على طول ما استناهمش ان هم ياخدوا لون خالص، حطينا شويه من الخل، وبعدين هننزل بالصلصه بتاعتنا بالشكل ده، وهنسيبها بقى علشان تتسبك معانا. والتوابل بتاعتنا اللي هنحطها برضو في التسبيكه بتاعه الصلصه هي هتكون ملح وكمون وكزبره ناشفه برضو. خلاص بقى هنيجي على الحله اللي احنا برضو حطينا لها شويه من الزيت اللي خدناهم من البصل، وضفت لهم نص كوبايه من الشعريه، وهبتدي ان انا اقلبهم باستمرار لحد ما ياخدوا معايا اللون اللي انا عايزاه. هتشوفوا اللي هو ده اللون اللي انا عايزاه. بعدين كوبايه من الرز مغسوله نزلت بيها. والعدس بقى قبل ما ابتدي في الكشري كله خالص كنت نقعت العدس في ميه سخنه، واول ما جيت عشان خلاص الخطوه دي صفيت الميه اللي فيه وشطفته، وابتديت نزلت بيه زي ما شايفين على الرز والشعريه اللي انا حمرتها. وبرده كانت نص كوبايه من العدس، يعني كوبايه رز عليهم نص كوبايه شعريه نص كوبايه عدس. نفس الكوبايه ضفت لكل الكميه دي كوبايتين من الميه بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها. والتوابل بتاعتنا اللي هتنكهها برضو هكذا هي ملح، كزبره وكمون، كزبره ناشفه، وفص كده من التوم المفروم، وهنقلبهم مع بعض. اول ما يبتدي ان هو يغلي معايا هوطي النار واحط الشياطه وهغطي يستوي برضو مع نفسه. هنا بقى كان خلاص الحمص معايا استوى وتمام، طبعا بدوقه، ولما استوى ضفت له الملح. هنا هبتدي ان انا صفيت الحمص بتاعي، دي الميه بتاعه الحمص هنستغلها في ايه؟ ان احنا نعمل بيها احلى دقه في الدنيا. الميه دي ضفت لها شويه من الخل،
وضفت لها توم تاني، شويه توم كمان كده عشان نعزز الدقه بتاعتنا شويه كمان، وضفت لها برده شويه من الكمون وشويه من الكزبره علشان نعزز الطعم اكتر واكتر. مش عايزين تضيفوا غير شويه من التوم وخلي مفيش مشكله. وكده بقت جاهزه معايا احلى دقه ممكن تدوقوها في حياتكم. ما تستغنيش عن الخطوه دي علشان هي بتودي الكشري بتاعنا في حته تانية خالص، يعني زي كده المحل بالظبط. بالنسبه للشطه انا كنت عملت معاكم قبل كده الشطه الزيت، هقول لكم بنعملها برضو ازاي. هنا خلاص الصلصه عندي ابتدت ان هي اتسبكت، بتتسبك يعني على النار. وهنا حاطه الميه علشان لما تغلي احط فيها المكرونه بقى تتسلق. وهنا خلاص الكشري بتاعنا اصبح ان هو جاهز واستوى وجميل وكل حاجه فيه حلوه جدا. بعد ما الصلصه اتسبكت معايا وتقلت، ابتديت ان انا احط لها بعد المكرونه ما اتسلقت ميه المكرونه، حطيت لها مغرفتين من ميه المكرونه بتاعت سلق المكرونه، وسبتها كده غلوتين وقفلت عليها. نيجي بقى لتالت استخدام للزيت بتاعنا اللي احنا طلعناه من البصل اللي عملناه اول حاجه خالص. خدنا كده معلقه على المكرونه بتاعتنا اللي اتسلقت، تقدروا تحطوا معاها سباكيتي كمان مفيش مشكله، بس الولاد عندي فانا حطيت الصغيره بس. حطيت شويه من الزيت على المكرونه وقلبتها، برضو بتدي المكرونه نكهه حلوه جدا. طبعا بعد ما صفيت المكرونه بتاعتي ونزلت عليها كده شويه من الميه، حطيت لها الزيت ده وصفيتها تماما. وهنا الشطه كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديو الارز والعدس او الرز والعدس، الكشري بتاع العدس الاصفر. وهنا الخطوات الاولى ما بنتش، بس هقول لكم انا عملت ايه. حطيت بره قبل ما اطلعها على النار زيت، شويه من الزيت وعليهم الشطه قبل ما ارفعهم على النار، وبعدين فتحت النار ورفعتهم على النار وابتديت اقلب الزيت مع الشطه فقط لا غير، ما قلبتهمش كتير عشان ما يتحرقوش معايا. اول ما ابتدوا كده يسخنوا معايا الزيت مع الشطه، نزلت معلقتين كده من الصلصه اللي انا مسبكاها على الشطه بتاعتي وقلبتهم بالشكل ده. اصبحت عندي جاهزه تماما شطه زيت، هتعجبكم جدا ان شاء الله. الكشري معانا ما خدش وقت خالص، واحلى احلى احلى بقى من افخم المحلات. مش هقولك زي المحلات، لا احلى كمان. ملحوظه الزيت كمان اللي حطيته للشطه اللي انا عملتها هو الزيت اللي طلعته برضو من البصل. البصله مقرمشه جدا 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 بدون اي اضافات، بس لو ما كانش الولاد عاملين جنبي دوشه كنت هسمعكم القرمشه بتاعتها. الكشري نفسه مفلفل جدا ومش معجن خالص، والمكرونه كل حاجه حلوه، والصلصه كل حاجه ان شاء الله هتعجبكم. اظن مفيش ابسط ولا احسن من كده. ولو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك بتاعكم الجميل زيكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش اللايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.